لما الغزو العثماني دخل مصر 1517 فحوشها في الاخر بصراحه الحقيقه يعني. لان هم جم كانوا التراكوة دول عندهم اسلوب يجي يفضي البلد من اللي فيها ويسيبها بقى تعفن براحتها ويلم بقى واتيفر اللي بيه، قطن بقى، قمح، ايا كان اللي بتجيبه يعني. فكان الحقيقه الموقف في مصر مش لطيف خالص، لانه المدارس، لانه دي بقى بالنسبه للمواضيع دي رفاهيات يعني، ابتدت تقفل. ده حسب كلام علي باشا مبارك. ابتدت في المذكرات يعني، ابتدت المدارس تقفل، وابتدت ما يبقاش فيه تعليم، وابتدى طبعا خدوا كل العمال المهرة، خدوا كل الأطباء. فالمشكلة انه ما بقاش فيه طب في مصر خالص، وانحصر موضوع الطب لمدة أكتر من 300 سنة في موضوع الحجامين والحلاقين، وكان اسمه جراح باشا رئيس رابطة الحلاقين، وكان المسألة ماشية كفتة تماما يعني، لأنه مفيش علم بقى، مفيش مدارس أصلا، هيبقى في دكاترة من أنهي ده كان جزء من الطب اللي موجود لمدة طويلة قوي قوي. عشان كده اعتمدنا كتير على الطب البديل والطب الشعبي، تروح الصيدليه نقول له هات اي دواء وبتاع، عادي، ما هو ده ما عندنا من زمان الموضوع. وحتى موضوع بقى الصيدليه بالمناسبه السعيده كان حي العطارين، وده بنشوف بقى من امتى حي العطارين ده كان الصيدليه الرئيسيه، والسيد العطار ده كان راجل يعني دكتور دايجنوستيك مهم كبير قوي قوي في الدنيا، لانه كان يقعد بقى يسمع شكوى المريض ويكتب له بقى على ياخد قد ايه من ايه، وكانت اسامي عجبه الحقيقه يعني. تلاقي مثلا يقول لك ايه، تاخد زيتونة بني إسرائيل عشان تفتت حصوة الكلى، وتاخد دم الأخوين مخلوط مع النخوة الهندي والصمغ العربي والسكر النبات عشان كل الهيصة دي، عشان لو عندك إسهال ولا بتاع يوقف الإسهال. في بتاع تاني بقى لذيذ قوي اسمه الحنتيت، والحنتيت ده لو خدته مع الجنزبيل واليانسون ينشط الدورة الدموية ويشجع المسائل الجنسية وبتاع. والحقيقه فضلت الدنيا ماشيه كده، وكنت اياميها بقى تاخد الكلام اللي يكتبه سياده الدكتور العطار وتروح لواحد تاني خالص بقى اسمه الدقاق. والدقاق ده كان لطيف لانه ده كان بتاع ايد الهون، راجل عنده اشكال وانواع ومقاسات مختلفه من ايد الهون، عشان بيدق بقى وينظف من الشوايب وبتاع كل ايه العطاره اللي خدها لك الراجل. فيه بقى منها اللي بيتبلع، في منها اللي يتشرب، في منها اللي يتحرق وتعدي عليه، وهو ده كان العلاج. وفي القرن ال16 كان في ولع خزعبلي بمصر، اورينتاليزم بقى في اوروبا بالذات في فرنسا وبتاع. وكان في رحاله فرنساوي شهير خد حاجه من حي العطارين اسمها الموميا، باودر اسود كده، ويقول لك ان ده المفروض انه بيساعد في مشاكل المعده، وانه المفروض برضه بيقوي القدره الجنسيه وبتاع. فكان ملك فرنسا اياميها ماشي بالبتاع ده في بتاع صغنون كده مطرح ما يروح وبتاع يعني. كان الموضوع وصل لمراحل يعني انترناشونال الحقيقه. فين بقى لغايه ما عمنا محمد علي الكبير جه وجاب كلوت بي اسمه انطوان كلوت، وده كان راجل مع الحمله في كل ده بواقي الحمله الفرنسيه، لما محمد علي كان شاف فرنسا دي ام الدنيا وبتاع، وقال لك انا هنقلب مصر فرنسا. فجاب سليمان باشا الفرنساوي اللي هو بتاع مداد سليمان باشا ده يعمل الجيش، وجاب كلوت بي، وده كان راجل لطيف جدا الحقيقه يعني. كلوت بي ابتدى يعمل طب من اول وجديد، ولقى ان منظومه التعليم الوحيده اللي شغاله في مصر هي الازهر الشريف. فخد 100 طالب من الازهر وابتدى يعلمهم اسس او اساسيات الطب. كان في ابو زعبل الاول، عمل مستشفى في ابو زعبل لغايه ما نقلوا بعد كده بقى القصر العيني. ومستشفى ابو زعبل دي كان مخططها بشياكه يعني، وكان العلم مهم قوي اياميها الحقيقه، ما كانش فيه، كان عابر للحدود الحقيقه يعني. لانه عمل بقى مدرسه الطب، وعمل في جنبها مدرسه فرنساوي عشان الطلبه دول لازم يتعلموا فرنساوي عشان يعرفوا اللي بيحصل في الدنيا، وعمل معامل، وعمل مكتبه من اهم مكتبات الطب كانت موجوده، وكان فيها بقى كتب جايه من فرنسا وكتب جايه من مكتبه ملك فرنسا نفسه. كانت حاجه يعني جميله جدا الحقيقه. وكان فيه مكان للطلبه طبعا تقعد فيه وتبات فيه وبتاع. المهم دي كانت النواة الأولى لكل الطب. بعديها بشوية كده عمك محمد علي قرر الموضوع البعثات ده. في الأول بعت العيال ولاد الناس الشيك الأتراك علية القوم يعني، عيال طرية متنيلة على عينها ما عملوش حاجة. فبعديها بعت بعثة فيها 40 طالب، منهم 12 طالب من اللي كانوا ال100 الأولانيين اللي كان كلوت بي مخرجهم، كانوا خلصوا بقى دراساتهم مع كلوت بي. ال 12 طالب اللي نقاهم كلوت بي عشان يروحوا فرنسا ضمن ال 40 طالب اللي كانوا في بعثة محمد علي الأولى اتغسلوا
كان اصلا ايفنت موضوع ان هم يخشوا عشان يبتدوا دراسه الطب، هم متخرجين اوريدي من 7 سنين دراسه طب في مصر. راحوا هناك بقى في ايفنت كبير جدا، حضروا طبيب ملك فرنسا، وحضروا لفيف من الاساتذه الفرنسويين وعليه القوم في فرنسا وعليه القوم اللي في مصر اللي سافروا معاهم. كل ده عشان 12 طالب بيمتحنوا، وكانوا بيمتحنوا ايه؟ لايف، مفيش تهريج يعني، كل واحد في تخصصه، واحد عيون وواحد بطنه وواحد. قعدوا في فرنسا 8 سنين و9 اشهر بالظبط، وبعدين رجعوا مصر وبدأوا كلية الطب. والأسامي محمد علي البقلي، ومحمد الشافعي، ومحمد السكري، وأحمد الرشيدي، وحسن الرشيدي أخوه، ومحمد منصور، وأحمد بخيت، وإبراهيم النبراوي، وحسين الههياوي، وعيسوي النحراوي، ومصطفى السبكي، ومحمد الشباسي. وال12 اسم دول أول طب فيك يا بلد.